بطل من بلادي. بطل العمليات الفدائية محمد عودة زيدان، واحد من الذين وقفوا في وجه الاحتلال الإسرائيلي رافضاً الاستسلام لواقع اغتصاب أرض سيناء. ناضل من أجل تحرير تراب الوطن بسلسلة عمليات فدائية كبدت العدو خسائر ومهدت لانتصار أكتوبر المجيد. انطلقت في داخله شرارة العمل الفدائي عام 1956 بالانضمام لمجموعة فدائية تحت إشراف القيادة المصرية برئاسة الشهيد اللواء مصطفى حافظ. سجلت أول عملية قتالية فدائية له ولمجموعة فدائيين معه عام 1956 في منطقة بئر السبع لتدمير جسر سكة حديد من مدخلين وتدمير خزان مياه. وفي هذه العملية أصيب بالوجه والعين إصابة بالغة. قام بمأمورية الغرض منها تدمير دبابات ومنشآت العدو في منطقة برفح، وتم تدمير 3 دبابات في منطقة متجهة إلى نجع شبانة، وتلغيم طريق إمداد العدو والانسحاب من المنطقة بنجاح. وأثناء حرب الاستنزاف عام 1967 طلب منه تشكيل 3 مجموعات لقطع طريق القنطرة العريش على مركبات العدو في منطقة رمانة. نفذ العملية بتدمير ناقلات جند ودبابة، وتمت العملية بنجاح، ثم كلف بمأمورية قتالية في عمق صحراء سيناء ونفذها مشيا على الأقدام ليلا متخفيا نهارا. تتبعه الجيش الإسرائيلي وأغلق المكان الذي كان يختبئ فيه. قام بحفر حفرة في الأرض وقال للرجل المكلف بإيوائه: ضع الحطب على فوهة الحفرة واترك الماعز ترعى حولي، وسلم بأمر الله. لم يبالي بتحركاتهم بحثا عنه حيث كان مطلوبا حيا أو ميتا. انصرفوا ونجح في الوصول لهدفه وتنفيذ العملية بتفجير خط سكة حديد وقتل أفراد نقطة للعدو. بعدها عام 69 قام بعملية ضرب معسكر سدر بالسويس بأكثر من 30 صاروخ، وتمت تسوية المعسكر بالأرض وعاد بنجاح لمقر القيادة. سينا مش هنسيبها حتى لو هنموت، سينا احنا اصحابها وهنبني